كان في حد معاك هنا؟ حد مين يا حاج؟ انت مدرك النهارده ولا ايه؟ امال ايه ريحة الدخان دي؟ ريحة دخان كتير اوي مالية الأوضة. ايه ده؟ انت بتدخن ياض؟ وفي نهار رمضان يا ضلالي؟ لا 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 يا حاج، ده تلاقيك فاكر الدخان اللي جاي من عند الجيران ومتخيل انه في اوضتي. طب انا يا عم وما بشوفش؟ كمان ريحة الدخان اللي هبة منك دي بتاعت الجيران وما بشمش كمان؟ يعني فاقد للرؤية والشم. فك بقى يا حاج، اخر مرة والله انا عارف اني غلط، وكم مرة تنصحني وانا مخي شمال ما بيتعدلش، لكن والله غلبان. طب اضربني ولا اشتمني ولا اعمل ايه يا حاج؟ بلاش تطنشني كده، مش متعود انا. طب اقول لك، انا عارف ان موضوع السجاير ده مضايق، وكمان في رمضان يعني انا بيجي حاوي ومحتاج تعديل سلوك، لكن لو فضلت ما بتكلمنيش كده سلوكي ممكن ينحرف اكتر. يعني عرفت ان قلبي عليك، وان الموضوع مش موضوع سجاير على قد موضوع الأوامر الله. يا ابني لازم نحافظ على أجسامنا أولا، ونمتنع عن المحرمات ثانيا. وطالما عرفت غلطك احنا مش هلومك ولا هعاتبك، لكن المرة الجاية. لا، مرة جاية ايه؟ مفيهاش مرة تانية ان شاء الله، حرمت ايه؟